أهلا وسهلا بيكم في بودكاست جديد في سر الإدارة الناجحة وتميز الأداء مع أستاذ صموئيل بشاي، واحد من أهم خبراء التدريب والتميز في الأداء المؤسسي، وأول مدرب عربي للEFQM المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وده فخر الحقيقة إن احنا يبقى عندنا النهاردة في البودكاست بتاعنا النهاردة حد بالقيمة بتاعة أستاذ صموئيل. أهلا وسهلا أستاذ صموئيل، نورتنا وميرسي جدا على تشريفك النهاردة. وإحنا نتمنى أن يكون البودكاست هادف لكل الناس ومميز. ولو بدأنا نبدأ منين؟ زي ما أنت عايزة. طيب نبدأ من التخرج الكلية، لأن الحقيقة أنا لما اتكلمنا في الكواليس البودكاست لقيت إن النقلات سريعة متطورة غنية دسمة وكلها نقلات حادة، يعني مش نقلة عادية كده. يعني لما نقول خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق سنة 87، وبعدين أبقى أوصل لأول مدرب عربي للEFQM، وبعدين سلسلة من النجاحات في التميز الإداري والجودة، وواحد من أوائل الناس اللي حصلت لشركاتها المتعددة ال5 شركات بتوع حضرتك على شهادة الآيزو. يعني دي حاجة تستوقفني. النقلة جت منين؟ يعني كلية التجارة هنقول أول شركة لحضرتك كانت عملت إيه في شخصيتك؟ عملت إيه في تعليمك؟ هو في يعني حتة مؤثرة قوي قبل، يعني خلال فترة الكلية. أنا لما في سنة أولى أنا سافرت فرنسا وأنا طالب أولى كلية. وهي دي الحقيقة كانت أول تجربة ليا، غيرت فيا كتير جدا، خلتني أغير المايند سيت بتاعي، أسلوب تفكير وطريقة مختلفة تماما. النشأة هي واحدة من أهم الأسرار طبعا، وأهم المفاتيح اللي ساقت الدنيا بعد كده. طبعا اهتمام الوالدين بأنهم يدوا فرصة للأولاد إن هم يختاروا مستقبلهم وياخدوا قراراتهم بنفسهم، ده شيء مهم جدا. وأنا دايما الحقيقة بشجع عليه الأهالي إنه يسيبوا الأولاد يختاروا حياتهم. قعدت قد إيه بره؟ أنا سافرت أول سنة 4 شهور، وتاني سنة 4 شهور، يعني نقول أجازة الصيف، وتالت سنة 4 شهور. والمفاجأة بقى ان في اول 3 شهور دول انا كان عندي حلم ان انا اجيب عربية. فجبت عربية فعلا في 3 شهور. وطبعا عشان اجيب عربية في 3 شهور كان لازم اجيب العربية دي عاملة حادثة يا ساتر بطريقة معينة عشان ما تبقاش بايظة، واجيب قطع غيار بتاعتها معاها. وده اللي حصل عشان تعرف تدخلها تقصد. وكنت مخطط كل حاجة على اساس ان انا كان معايا تذكرة راكب بالسيارة، وحطيت العربية وجبتها ووصلت اسكندرية والعربية معايا. وطبعا دي كانت مفاجأة. ولما جيت مصر صلحتها ووضبتها وطلعت جديدة يعني. برافو. طيب الأهل ما خافوش؟ قرار صعب السفر. لا طبعا. يعني لا القرار كان قرار أم ولا أب؟ القرار اولا قرار ام، لانه الاب يعني الى حد ما كانش متفرغ قوي، وكان عنده شغله اللي بيروح فيه من الصبح بدري ويرجع بالليل. فالام كان ليها يعني ايه قرار، وهي اتعودت انها في الحاجات اللي تخصنا ان يبقى ليها قرار يعني. والله انا احب اشكر الوالده الحقيقه، لانها هتعلمنا حاجه وهتعلم كل ام النهارده واب بيسمعونا ان تنشئه الطفل وان نعلمه ياخد ريسك في مرحله بدري قوي في حياته. دلوقتي بقت هي يعني القرار صعب. انا كأم شايفه ان القرار صعب، واكيد من كذا سنين كتير قوي 30-40 سنه ان لم اخطئ ان انا اخد قرار زي ده. فهل كان في مثلا شفت التجربه دي في العيله؟ هل كان في حد مستنيك في البلد التانية؟ هل كان في حاجه تخليها تطمن انها تاخد قرار زي ده؟ لا خالص، ما كانش خالص اي حاجه موجوده هناك بتضمن لي اي استمراريه او اي اعاد.
وما كنتش اعرف حد ما كتير. خافتش تروح ما ترجعش مثلا، تعجبك لا. البلد والناس لا والدنيا لا لا, لا يعني انا دايما بقول انت تربي صح اه وبعد كده تدي الحريه كامله، وده اللي انا عملته مع بناتي برضو. نفس القصه ونفس الموضوع اتكرر مع بنتي الصغيره، وجالها فرصه سكولرشيب في هونج كونج وهي عندها 16 سنه لا بتهزر. وطبعا قعدتها وافقت. 16 سنه. اه 16 سنه. وقعدت فتره طويله ما رجعتش لانها طلعت من المدرسه على كليه في كندا. في كندا. لا ده انتوا بقى ده تقول دي جينات. القلب الجامد ده جينات. حاجه في الدم حاجه بقى. في الدم كده، تحبوا تغامروا. انا شايفه ان ده شكل تميز. الحقيقه الواحد يفخر بيه ان احنا عندنا حد مصري متميز في مجال يعتبر فريد. مجال الاداره والقياده في مصر محتاج، يعني انا شايفه ان ده سر نجاح اي مؤسسه في الدنيا. بالظبط. احنا عندنا مشاكل في ادارات كبيره نتيجه ان ما عندناش كوادر تسوق الادارات دي. فكره الكورسات بدات ازاي؟ يعني تنميه حضرتك بدات ازاي الطريق؟ يعني انا شايفه ان حضرتك خلصت الكليه، بدات في مجال العمل في السوق، امتى قررت تخش مجال التدريب؟ انا الحقيقه بطبيعتي كنت بحب ابقى متميز، وحقيقه ساعتها ما كنتش اعرف كلمه تميز دي خالص يعني. بس بعد كده لما عرفت يعني ايه تميز ابتديت اكتشف ان انا فعلا كنت بحب التميز وبحب ان انا ابقى حابب تنجح يونيك. يعني ابعد عن المنافسه بالابتكار وبتفكير وباختيار حاجات مختلفه، زائد طبعا الديسيبلين او الالتزام ده كان مهم جدا، والمثابره، والواحد بيتعلم من كل حاجه سواء كانت اخطاء او كانت نجاحات علشان يقدر، وبيتعلم من كل الناس. وانا دايما بقول كده يعني، حتى دايما بقول للتلامذه بتوعي والطلبه بتوعي يا جماعه اسمعوا وتعلموا من كل حاجه. ربنا ادانا ودان وادانا عينين عشان نتعلم من الغلط ومن الصح. تفتكر البدايه كانت فين وامتى وسنه كام؟ طبعا 2007 بدات خدت كورسات. لا استناني، ما 2007 ده في 98 انت كنت عامل ملحمه تدرس وواخد فيها شهاده ايزو. يعني انا استوقفني هتجري بيا كل ده؟ لا ما استناني. سنه 98 عملت شركه لطباعه الورق وسميتها ابولو. لا سنه 98 خدنا الايزو. الشركه سنه 98 خدت الايزو. سنه 78 ابتديت الشركه. 78 دي كنت في اولى تجاره؟ كنت في سنه كام؟ كنت خلصت. كنت اتخرجت 78. اول ما اتخرجت. واول ما اتخرجت فتحت الشركه. بالظبط. تاخد ايزو في 98 خدتها ازاي؟ وايه اللي جاب في بالك تاخد ايزو؟ كنت عايز توصل لفين بالايزو؟ طيب يعني ايه الفكره، بدات منين؟ احكي لي كده. الفكره طبعا هي التميز، ان انا عايز جوده وتميز، وكلمه تميز ما كانتش معروفه ساعتها. كانت اللي معروفه الجوده. فالجوده في ساعتها كانت نتكلم على ايزو 9001. كانت حاجه واحده. كانت لسه ما بقتش كذا شهاده. وانا كنت حابب ان انا اعمل الشهاده دي علشان اطبق سيستم اداري مظبوط في شركتي. وكانت شركتنا صغيره فيها 18 واحد، ما كانتش شركه كبيره. وطبقنا النظام بمعاونه طبعا كونسلتنت، مستشار. والحقيقه المستشار ده يعني الله يرحمه كان شخصيه جباره. استعنت بمستشار من بره عشان أكيد. يقوم لك الشركه؟ لا مش يقوم، ان هو بيعمل السيستم، ان هو يطبق السيستم الاداري اللي يطابق معايير الجوده. وده اللي حصل فعلا. الاستشاري ده دكتور في احد الكليات؟ لا لا لا, لا. هو بيبقى ممارس واشتغل. هو كان مهندس وعنده شركه. والحقيقه يعني نشأت بيني وبينه صداقه، وحببني في الجوده، مش انا بس، كل التيم ما شاء الله حببنا في الجوده. وفعلا احنا خدنا الشهاده من غير ولا ملحوظه، ودي كانت حاجه غريبه يعني. اسال حضرتك، بتقولي احنا كنا تيم صغير ولكن وصلتوا لنقلات كبيره قوي قدام. النهارده حضرتك عارف ان الترند الشباب النهارده فاتحين شركات صغيره ومتناهيه الصغر في كل المجالات. انا ازاي اقدر كشاب صغير او مسؤول صغير عن شركه صغيره
اعين التيم بتاعي لما يجي لي ناس اخدهم بناء على 1 2 3 تطلع ايه ال1 2 3؟ ده سؤال جميل جدا. هو طبعا على السكيل الصغير لازم اول حاجه احنا مثلا عملناها ان احنا حطينا بوليسي، سياسه معينه، ان احنا مش عايزين نجيب حد اشتغل قبل كده في المجال خالص، عشان يبقى فريش. لما بيبقى فريش بيبقى فيه ميزه انه مش جاي بنقول ملوث، لانه اللي بيجي من حته تانية بيجي ملوث بثقافه، بفكر، بطريقه شغل، بطريقه تعامل مع الناس مختلفه تماما عن الثقافه اللي موجوده عندنا. وثقافه المؤسسه اللي بنبنيها في سنين طويله ممكن يجي واحد يبوظها. تمام. فاحنا كان عندنا وصلنا ان احنا نعمل ثقافه مؤسسيه، لما يجي اي حد داخل لو هم ما قبلوهوش خلاص ما بنعينوش. يعني هم احنا الاول بنقعد معاه وبنتكلم معاه وبنتاكد ان هو ما راحش حته تانية قبل كده، كل الكلام ده. لكن لما بيجي يشتغل بيبتدي بقى يتعامل مع الناس، فالناس يا اما بيدخلوه يا اما بيلفظوه. واحنا الحقيقه كان مهم جدا عندنا انه يفت جوه الكالتشرز بتاعتنا او جوه الثقافه بتاعت المؤسسه. ودي كانت مهمه جدا الصراحه. فهو يعني بيبقى المعايير ان احنا بيبتدي من الصفر، دي مهمه جدا. يعني انا يمكن اقول سر، وانا ببقى فخور بده وهم فخورين بده برضو، انه معظم الناس اللي بدات معايا وبقالها 25 و30 و35 سنه بداوا من الصفر عندنا وكبروا سلمه 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 لحد لما طلعوا. وده بقى بيدي ميزه، ما دي بوليسي برضو السياسه، انه بيبقى فيه انتماء. قلت لي على جنب كده قبل التصوير انا ما بتعاملش معاهم على انهم موظفين، دول شركاء نجاح. طبعا هم حتى بيقولوا لي احنا في نادي مش في شغل. انا سمعت الكلمه دي من مؤسسات كبيره، وفعلا كل الناس اللي اشتغلت ان كلهم شركاء نجاح وان هم عيله واحده واسره واحده فعلا بيقدروا يدوا. ما دي القياده بقى، وده اللي احنا بنتكلم عليه. القياده قد ايه هي تبقى قدوه وملهمه، فهي بتلهم الناس وبتخليهم يفكروا ازاي يعملوا احسن حاجه عندهم. عمرك غلطت مره وعينت حد مش عارفين تتعاملوا او تتواصلوا معاه؟ حصل طبعا، اكيد بتحصل طبعا طبعا، بس اوتوماتيك هو ما عرفش يكمل وهم هو ما قدرش يكمل. لانه بقى اوت من الايه، من الكالتشر. الثقافه لازم يبقى بيفت فيها، والا هيبقى تعبان وهيتعب الناس. ده السؤال المهم اللي بيقول لك انت شايف نفسك معانا، اللي هو بيتقال دلوقتي في اي انترفيو، انت شايف نفسك معانا وساعتها هو محتاج يبص حواليه كده ويقول ايوه انتوا شبهي او المكان ده مش شبهي. وسبحان الله بحس ان كل واحد ربنا بيديله رادار كده، بيبقى حاسس انه داخل على الشغلانه هو هيقبلوه ولا لا. بحس ان في جايد كده ربنا بيديها للناس، بتحسها ساعات لما بيدخل عليك كده وانت بتعين حد يقول لك انت شكل، وهو داخل كده من غير ما يتكلم تقول لك لا معانا بتيجي ولا. احنا عايزين نستفاد بالسؤال اللي انت سألتيه في ان احنا نقول رسالة لأي حد صاحب شركة جديدة، لكل اصحاب الشركات ازاي يتعاملوا مع الموظف في 4 حروف. ايه اللي هم؟ find اللي هو ازاي تستقطب ناس بمعايير معينة بشكل معين عشان تنفع تشتغل معاك. وبعدين بعد ما تلاقيهم تبتدي ازاي تو اتراكت الايه، اتراكت ازاي تجذبه ان هو يشتغل معاك، ازاي تعمل له باكج كويسه، ازاي تديله مكانه ومكانته في الشغل. وثالث حاجه اللي هي قلنا فايند واتراكت، وبعدين كيب ازاي تخليه قاعد مبسوط ومكمل معاك، محافظ عليه. تمام. بعد كده جرو يعني كبر وتطلع وتمكن، تعمل امباورمنت، وبعدين تفوض وتدي صلاحيات. وهي دي الرحله بتاعه الموظف. الحقيقه يمكن الحروف دي هي اصلا معموله في الماركتينج،
بس في الماركتينج بينطبق الحاجات دي على اي حد، سواء كان عملاء او موظفين او موردين، بينطبق عليهم كل الكلام ده. بتسوقنا لسؤال مهم جدا، ايه الكورسات اللي أهلت حضرتك عشان نشوف الصرح الكبير ده في الإدارة المؤسسية والجودة؟ طبعا اولهم ان انا خدت 3 دورات في الايزو. 3 دورات، ودي مش دورة في واحدة. الجوده وليه مش دورة واحدة؟ وال3 من جهات مختلفه، يمكن مودي انترناشونال، او كيو اس، ومنظمه ثالثه برضو. وده كان سؤال كل الناس بتقول لي انت ليه بتاخد نفس الشهاده من 3 مؤسسات؟ يعني هي جهة واحدة كانت تكفي. انا الحقيقه لما خدت ال3 شهادات دول انا عرفت كويس قوي انا ليه خدتهم، لأنه كل واحدة ليها مدرسة، وكل واحدة عندها حاجة مختلفة أضافت لي كتير. كنت متوقع؟ لا مش قوي، متوقع. مش قوي، بس أنا كنت عايز أختبر الموضوع. لكن حقيقي فعلا اكتشفت إن كل واحد ليه زاوية ومنظور في التدريس، منظور مختلف، المعايير واحدة لكن طريقة التدريس مختلفة، أسلوب الدراسة مختلف، الحاجات اللي بيعملوا عليها ستريس مختلفة كده. وفي مثلا شركه من الشركات دي كانت بتصر ان احنا نعمل كواليتي مانجر قبل ما ابقى كواليتي اسيسور او كواليتي اوديتور. فقعدنا 3 شهور ناخد كواليتي اسيسور، كواليتي مانجر. وبعدها كان من امتع الحقيقه البرامج اللي انا خدتها. وبعدها بقيت مراجع في الجوده. وبناء على تقرير من حضرتك تمنح الشركات شهاده الايزو او لا؟ ما انا كنت بنزل بقى وببتدي اعمل براجع على المعايير، ومن خلال ده بقدر ان انا اعمل التقرير النهائي اللي بيقول انا اي ريكومند انه الشركه دي تاخد الشهاده ولا لا. امتى بقى دبي طلبتك علشان خاطر تعمل الشغلانه القيمه قوي دي اللي احنا غافلين عنها في اوقات كتير وفي مؤسسات كتير، وقلت لي هي ما بقتش دبي غير لما طبقوا طبعا القياده الناجحه وتميز الاداء؟ هي بقت دبي لما بقوا عارفين نفذوا الاي اف كيو ام. خدوا الموديل بتاع الاي اف كيو ام واضافوا عليه بعض الحاجات وترجموه وشغلوه عندهم في جائزه اسمها جائزه التميز الحكومي. سافرت سنة كام؟ بس هي الفكرة أنا ليه سافرت؟ ده هيودينا هنروح ليها بعد، بس ما أعرف سافرت سنة كام عشان أحسب. سافرت سنة اشتغلوا على نفسهم 2007. بس هم من زمان، من قبل كده من التسعينات وهم شغالين في ده. فأنا في 2007 لما سافرت عشان أخد الدورات، دورة المدرب ودورة الأسيسور، اتصلوا بيا وأنا هناك. سافرت خدتها منين؟ من بلجيكا. وساعتها كلفتني يمكن تقريبا 40,000 جنيه ساعتها. من كام سنة؟ من 2007. 2007 يعني 400,000 جنيه النهاردة؟ يمكن أكتر كمان. ما حسيتش إنه كتير؟ حسيت طبعا إنه كتير، بس أنا كنت شايف رؤية، شايف رؤية قدامي كانت مهمة. وكان مهم جدا، لان انا كان عندي الحقيقه ربنا كان مديني ميزه ان انا عندي حقل تجارب شركتي. فدي كانت بتسهل لي جدا ان انا اتعلم واطبق، اتعلم واطبق. يمكن النهارده انا كنت عامل ستوري على الموضوع ده، انه مش مهم ان انا يبقى عندي العلم في الراس. لا، انا المهم ان انا استفيد بيه من الراس وافيد بيه الناس. بتؤمن ان زكاة العلم تعليمه في اي وقت طبعا. ولازم كل واحد، ساعات في واحد يقول لك لا انا وصلت لسر الخلطة، لا انا مش هطلعه، ده بتاعي انا، بتاع مؤسستي انا، بتاع التيم انت شايف ان ده صح؟ انا شخصيا بقول لا، لانه انا حتى المنافسين كان بيعمل معاهم شراكات. ازاي كده؟ تروح للمنافس تقول له شاركك؟ مش اشاركك بمعنى شركه، احنا بنتشارك في بعض الحاجات اللي بتفيدنا احنا الاثنين. وهل المنافس عنده من السماحه ان هو يقعد ويشاركك ويقول لك؟ طبعا مش كلهم، مش كلهم. لكن في ناس كتيره كنا بنتعامل مع بعض، وفي محبه وفي صدق وفي تعاون كتير يعني. نرجع بقى لدبي، هم تواصلوا معاكم في بلجيكا؟
بعتوا لي كلموني وانتوا وانا في هناك. بلجيكا. اه وبعدين لما رجعت مصر ده معنى كده ان هم اتصلوا بيا عينيهم تاني. على الناس اللي بتاخد الكورسات العربي انا اللي كنت هناك. اول واحد. ولا كنت اول واحد عربي؟ ما شاء الله. فهم كانوا بيدوروا على عمله صعبه يعني، أيوة. فلاقوني. ما شاء الله. فبس طبعا كانت معجزه ان انا لسه باخد الكورس، لسه باخد قدرا يعني. حتى هو سالني المنسق العام بتاع الجائزه هو اللي كلمني بنفسه وقال لي انت معاك شهاده؟ قلت له الشهاده هتطلع في خلال ايام. قال لي طيب انا عايز اشوف الشهاده. قلت له حاضر. وكان يعني كان في تربطني علاقه صداقه بالناس هناك، فقلت لهم انا محتاج الشهاده بسرعه لان انا جاي لي شغلانه في دبي وكده. في دبي. فبعتوها لي على طول وبعتها له. ساعتها طبعا ظهرت بقى مشكله تانية. اللي هي ايه بقى؟ ان هو طلب مني، قال لي انت دكتور معاك دكتوراه؟ قلت له لا. قال لي يبقى مش هينفع. ودي كانت واحده من الحاجات اللي خلتني افكر كتير في موضوع الدراسه، الماجستير والدكتوراه والكلام ده، اللي انا حقيقي ما كملتهاش. يعني انا فعلا دخلت يعني ماجستير، قدمت فعلا دخلت ماجستير واشتغلت شويه، وبعدين لقيت بيجي لي شغل كتير قوي، اسسمنت وحاجات. فطبعا ليه اولويه بالنسبه لي، لان دي خبرات وتجربه جميله بتبقى. فما اقدرش اسيبها عشان اخش امتحان ماجستير يعني. أيوة. فالحقيقه ما كملتش يعني الموضوع دوت، لكن كملت في مجالي ودرست وبعمق يعني. خدت كل الشهادات اللي ممكن تتاخد يعني كل الدورات بتاعت EFQM كنت مدرب فيها. ما شاء الله. نقدر نقول ان القيمة بتاعة سوق العمل، وانك تبدأ بدري، وانك تختلط بأرض الواقع. انا شايفة ان التجارب اثبتت النهاردة ان في ناس كتير عملت ماجستير ودكتوراه، لكن لما جت على أرض الواقع لقت حاجات تانية وتحديات تانية، ولقت إنها محتاجة تشتغل على نفسها في حاجات أكتر. وبحر العلم واسع زي ما بنقول، ولكن العلام اللي على أرض الواقع يعني هو ده أكتر حاجة اللي يعني أنا بقول عليها. هي لا أقلل من قيمة الدكتوراه، وأنا عاملة دكتوراه فأنا فاهمة كويس قوي، ولكن الخبرة الحياتية على أرض الواقع أنت شايفها إنها أكبر معلم. طبعا اكيد الاحتكاك هو اللي اكتر حاجه بتعلم. ايوه. والدراسه شيء جميل واحنا بندرس يعني. هو انا مش معناه ان انا ما درستش، انا درست كتير كل جدا. الشهادات دي والسفر ده وغير كده الاحتكاك. ولما اقيم 150 مؤسسه منهم الستة الكبار بتوع مثلا حكومه دبي، ده اكيد بيدي خبره غير عاديه. يعني انا قيمت في السعوديه وقيمت في مصر وقيمت في العراق. كان في حاجه العراق. العراق انا بقى دربت فريق كامل مجلس الوزراء علشان يبقوا مقيمين، بيعملوا تقييم للمؤسسات الحكوميه في العراق. وكان عندي اخر السنه اللي فاتت برضو تريننج للترينرز اللي شغالين في الموضوع ده. مش هنشوف؟ طب هنا ملناش نصيب نشوف شويه كورسات حلوه كده لاولادنا اللي طالعين في لا المجال لا ده؟ بالعكس، انا ليا نشاط هنا في مصر. أنا كنت بجيب ناس من الخليج ياخدوا كورسات هنا بتاعت EFQM. وقعدنا حوالي سنتين نشتغل مع السودان. كانوا بنجيب قيادات الحكومه في السودان ياخدوا معانا كورسات هنا. لكن هل في سكادول لسنه 25 مثلا حضرتك مخطط ان يبقى فيه كورسات دوليه معتمده لاولادنا اللي هم فاتحين شركات صغيره او متناهيه الصغر، او هل الوقت هيسمح ان هم يبقوا بيدرسوا كطلبه وياخدوا كورسات زي دي؟ هل حضرتك عامل لهم برامج طويله المدى قصيره المدى؟ هل في حاجه ممكن ننوه عنها؟ احنا في 2025 مركزين قوي على القياده. فماسكين القياده في 4 كاتيجوريز. قائد المستقبل. قائد المستقبل ده بنقصد بيه الطلبه، الناس المتخرجه حديثا، اي انتربرينور لسه عاوز يبقى في محل القياده، او هو موجود وشغال بس عايز يابجريد نفسه انه يبقى قائد، او يخش مدير قسم، مدير مؤسسه كده يعني، يمسك عمل قيادي. فده احنا عاملين اول 3 شهور في كورس طويل هنشتغل عليه، وفي كورسات صغيره برضو في المجال في الحته دي، وعاملين سلسله كمان يوميه نصايح للقيادات. ال3 شهور اللي بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها القائد الصاعد.
اللي هو اوريدي قائد بس ايه لسه ماسك جديد، فعايز ينمي مهاراته عشان يقدر يثبت ايه مكانه. بتشوف كل شخصية تصلح قائد؟ ده سؤال صعب قوي. ده سؤال مهم جدا، لان في ناس هي بتبقى ما عندهاش مميزات القائد، وهي خلقتها مش خلقة قائد، ولكن هي بتبقى مصرة تبقى قائد. ومهما يعني انا شفت يعني في مجالات حياتية، في مجال الشغل، ان هي غير مؤهلة. سبحان الله، بحس ان ربنا يعني القادة دول ربنا حاطط فيهم جينات القيادة. بتشوف ده ولا لا؟ يعني هقول لك بشكل علمي وبدراسات. طيب ايوه، يمكن ده الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل الحلقه، اللي هو أيوة. ال70 90. 70 90 دي بتقول ايه بقى؟ النظريه دي نظريه جديده احنا توصلنا لها وقايم عليها كل الدورات اللي جايه ان شاء الله لغايه اخر سنه. بس انا مش عايز انسى الاربعه. قلنا المستقبل، ايوه، وقلنا الصاعد، تمام، وقلنا القائد العظيم. القائد العظيم اللي هو الراجل الملهم اللي عنده كل حاجه واللي بينجح الشركه. اوكي. الدراسه دي بتقول ان من 70 ل 90% من نجاح المؤسسات تمام بتعتمد اصلا على القائد الناجح او القائد العظيم. دي واحده. والقائد العظيم عشان ينجح من 70 ل 90% منهم بيبقى عنده ذكاء اجتماعي. الذكاء اللي بنقول عليها الجينات والقياديه ولا لا؟ ده ذكاء اجتماعي ويكتسب. بس بالتدريب والمهارات، بياخد وقت عشان يوصل لمرحله الذكاء الاجتماعي. والذكاء الاجتماعي عاوز ذكاء عاطفي، فهي بتبتدي بذكاء عاطفي، بينمي الذكاء العاطفي، وبعدين الذكاء الاجتماعي. الذكاء العاطفي إلى حد كبير بيبقى تعامل الشخص مع نفسه، وبيفهم نفسه، بيعرف يتعامل ازاي. بعد كده الذكاء الاجتماعي هو الجزء الخاص بالتعامل مع التيم بتاعه والناس اللي حواليه، وده بيبقى مهم جدا لأي قائد ان هو ينجح. من 70 ل 90% سبب نجاحه انه عنده ذكاء اجتماعي. لما بقى عنده ذكاء اجتماعي من 70 ل 90% ناجح. ويتش كورس بقى في الاربع كورسات اللي حضرتك بتقدمهم بيشتغل على الذكاء الاجتماعي والكوميونيكيشن سكيلز اللي ممكن الشخص لو هو مفتقدها او ما بيعرفش يتواصل مع الناس اللي حواليه. الاربعه بس كل واحد على الليفل بتاعه. لان كل واحد هيبقى محتاج حاجات معينه تفت معاه في المرحله بتاعته. يعني واحد لسه طالب او لسه متخرج، ده ما عملش اي حاجه في القياده، فعنده نوليدج كتير بقى ومهارات كتير يكتسبها. تمام. وده اللي احنا هنعمله في السلسله بتاعه القائد عظيم، اللي هي هتبقى يوميه، بريلز يوميه، بنصايح يوميه، بمهارات. 365 مهاره. 365 مهاره عشان يصبح قائد يعني يشوفه قائد عظيم في المستقبل. قائد عظيم، ما هو مش بسهوله. تفتكر لو همسنا في ودن اي ام بتسمعنا النهارده نقول لها تبداي من امتى؟ فورا، لانه كل ما الواحد بيبتدي بدري، وده اللي انا اختبرته، كل ما يعني الطفل يستقبل حاجه زي دي من سن نقول كام؟ صدقيني انا فكرت في وقت من الاوقات انه يبقى في برامج قياده للاطفال، لانه نقول ايه، من 9، من 11 سنه، من 13 سنه؟ لا، ممكن من قبل كده كمان. بس هي الفكره انه تبقى بيزكس، يعني اساسيات. يعني الذكاء العاطفي ممكن الطفل يتعلمه وهو صغير قوي. يبتدي يتعامل بطريقه صح مع زمايله ومع الاولاد اللي معاه في المدرسه كده، لانه طبعا كلنا عانينا من المواضيع دي. عانينا جامد وما زلنا بنعاني حتى في المدرسه. طبعا، حتى ده يعني مع انتشار كمان موجه التنمر الرهيبه. ديسكريمينيشن. عنصريه. الطفل محتاج النهارده وبيواجه بقى، لو عايز اسفره بره ده بيزيد بيبقى على سكيل اكبر. لو هو مش مدعم نفسيا ومحصن نفسيا ان هو يقدر يواجه بره ويواجه جوه الاول عشان يواجه بره، انا ازاي اقدر اديله؟ يعني انا بعتبر بنت حضرتك يعني عندها حظ شويه في انك دعمت ده، لانك شفته بدري قوي فعرفت تبنيه فيها. عشان انا فعلا استغربت انك تقولي يعني اولى ثانوي 16 سنه
وابعت اودي اليابان. يابان ايه ده، انا ما الصين. اروحهاش رحله. هونج كونج. هونج كونج انا اسفه، في هونج كونج في الصين يعني يعني ده لو قال لي طالع رحله هقول له لا يا ابني لما نفكر فصعبه يعني. فانا شايفه فعلا ان هي دي لا حاجه. هي انت ظبطي الشخصيه، اهتمي بالشخصيه لانه هي اهم حاجه. يعني انا دايما اقول للبنات اللي كانوا بيشتغلوا معايا وكبروا بقى واتجوزوا وخلفوا، اقول لهم بصوا، اهم من العلم، اهم من العلم والشهادات هو الشخصيه. الشخصيه هي لما تبنيها هتدي في المستقبل. العلم هيطلع من هنا هيتنسي، وممكن انا شخصيا اشتغلت مثلا تعمل شيفت كارير وتغير في اي وقت. بالظبط، لكن مش هتعمل الشخصيه هي اهم حاجه. البيرسوناليتي ما بتتغيرش كتير. ما عنديش احلى من كده انهي بيه البودكاست النهارده، ورساله لكل اب وكل ام سامعينا: اشتغلوا على شخصيه ولادكم، ما تهدوهاش، ابنوها. تعلموا معانا في البودكاست الجديده مع استاذ صموئيل بشاي في ال 365 حلقه الجايين ان شاء الله. ونصيحه، افضلوا معانا لان انا شايفه ان حضرتك قيمه كبيره جدا. متشكره جدا لوقتك. متشكر قوي وشكرا على البودكاست الهايل ده، اتمنى يكون نفع الناس. شكرا ليكم، شكرا متابعينا. اشوفكم في بودكاست جديد برساله جديده، وان شاء الله من تميز احسن لاحسن. واهم حاجه سر القياده في اي شيء، حتى في البيوت، حتى في المؤسسات، حتى في كل حركه بنتحركها محتاجين نعرف ايه هو سر القياده. كان معاكم دكتوره دعاء البحيري وضيافه استاذ صموئيل بشاي. شكرا ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله.